السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله معانا تاني فيديو من الراوند. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن Elicit AI وعرفنا ان هو ازاي بيساعدنا على ان احنا نعمل لتيتشر ريفيو، وبيوفر علينا عملية التجميع التقليدية اللي كنا بنعملها على جوجل سكولر وعلى بابميد وعلى غيرهم من الادوات. النهارده معانا تول جديدة وهي كونسنسس. ان شاء الله دي برضو التول دي بتتميز بان هي بسيطه عن حتى إليسيت وعن حتى التولز اللي جايه ان شاء الله. مش معقده ومش محتاجه فهم يعني تقيل. ان شاء الله فيها كمان اوبشنز اكتر من إليسيت بكتير. فيعني نستعين بالله ان شاء الله، يعني ربنا يرزقنا الفهم يعني. في البدايه ده الانترفيس بتاع التول. هتلاقوا هنا السايد بار على جنب والكويستشن بوكس. اول اوبشن معانا هتلاقوا علامه البلس دي، ودي نقدر فيها ان احنا نعمل ابلود لاي بيبر او اي بي دي اف موجوده معانا. تمام، وكمان نقدر نعمل امبورت من زوتيرو. بس هناخدها قاعده لقدام، يعني زوتيرو تقدروا تقولوا عليه هو المايسترو لكل التولز اللي معانا. كل التولز بتحب زوتيرو، وزوتيرو بيحب التولز كلها، وكل التولز بتلينك مع زوتيرو وبتسync معاه بسهوله جدا. فان شاء الله هو تول جباره هنتعلمها ان شاء الله في الفتره اللي جايه. تمام. عندي الاوبشن ده مهم جدا في ان هو بيعمل لي فلتر ما بين، وبخليني اختار هل انا عايز ادور في الداتابيس بتاعت كونسنسس كلها ولا في الجزء الميديكال بس. كونسنسس عنده داتابيس لاكتر من 200 مليون بيبر. 200 مليون بيبر بيدور فيهم، منهم 8 مليون بيبر ميديكال او توب ميديكال جورنالز اند جايد لاينز اباوت 8 مليون بيبر. التوب ميديكال بيبرز 8 مليون. فانت ممكن لو انت في المجال الطبي وعايز يعني تبقى الريسيرش بتاعك او الليترشر ريفيو بتاعتك سبيسيفيك شويه، تختار الاوبشن بتاع الميديكال. ممكن تختار ماي لايبراري، بس طبعا ده في حاله ان انا اصلا بقى عندي بيبرز حاططها في اللايبراري، لكن انا عشان لسه ما عملتش، فبالتالي ما فيش بيبرز في اللايبراري يعني. تمام. فده الاوبشنز. كمان عندك اوبشن اسمه ديب، وده بيعمل لك ديب ريسيرش وانت بتسرش يعني. الاوبشن ده ميزته ان هو بيبحث لك في اكبر قدر ممكن من الداتابيز. تمام. لو انت عايز سؤال سريع، ما الديب مش هيبقى له لازمه ان انت تستخدمه يعني. لكن لو انت عايز حاجه ديب جدا ويبحث لك في اكبر قدر ممكن من البيبرز، هتلاقي الديب ده اوبشن كويس جدا ليك. طيب عندك كمان اوبشن الفلترز. اوبشن الفلترز ده هتلاقوه في فلترز جميله جدا وبتساعدك في ان انت تبقى سبيشاليزد اكتر. عندك هنا الببلش يير، اخر سنتين، اخر خمسه، اخر 10، او ممكن تحط انت الرينج براحتك. الجورنال رانك كيو 1 كيو 2 لحد كيو 4 طبعا. السايتيشن اتليست عايز كام سايتيشن. كمان عندك تمام. الاوبشن ده اكسكلود بري برنتس، ده انت وكانك بتدي الامر الكونسنسس ان هو يستبعد كل النسخ الاوليه او التمهيديه من البيبرز يعني. لان مثلا بيبقى البيبرز دي بتبقى ريسيرشرز هم اللي نشروها يعني، بس لسه ما اتراجعتش ولا دخلت لجنه تحكيم ولا اتقيمت. فانت بتقول له لما تفعل الاوبشن ده تقول له ان انت ايه، استبعد لي اي ريسيرش او اي بيبر لسه ما تمش مراجعتها. الاوبن اكسس طبعا ان انت بتقول له هنا هات لي بس البيبرز اللي هي مع اوبن اكسس. الميثودولوجي لسه هنتعرف عليها طبعا في بس دي هنتعرف عليها في راوند الاي اي، في راوند انا اسف الساينتفك. هنتعلم يعني ايه ميثودولوجي، ايه ستادي ديزاين، وايه السامبل سايز والحاجات دي كلها. والسورسز طبعا، الببلشرز، ببلشر فين. تمام. عندك اوبشنز كتير اهي. كمان الفيلد ستادي لو عايز كمان تبقى سبيسيفيك اكتر، جيولوجي، كيمست، اي حاجه. واخيرا الكونتريز دي مش مهمه جدا يعني، بس ادي فلتر موجود. فالفلترز في الكونسنسس جميله جدا وسبيسيفيك قوي ومفيده قوي. تمام. طيب الاوبشنز اللي تحت دي اللي هي البوكسات الصغيره دي بتتغير دايما يعني، مش دايما ثابته يعني. انت ممكن دي حاجات هنتات هو بيديها لك، بيساعدك فيها على اختيار، تقدر تقول كده اختيار يعني اسمها ايه، حاجات بتسهل عليك البحث يعني. فاهمين؟ طيب احنا هنقسم كونسنسس على ثلاث حاجات عشان نتعلمه كويس. اول حاجه
الكويك كويستشن، سؤال سريع كده، اللي هي الاسئله اللي بتيجي في ذهنك وانت ممدد على السرير بالليل، بعد نص الليل وانت قاعد بتاكل، الحاجات اللي بتيجي وانت راكب المواصلات وبتتفرج من الشباك، الحاجات اللي هي بتجي لك وتخطر على بالك، وتبقى عايز تسال فيها، بدل ما تسال شات جي بي تي هتسال كونسنسس، وهنا الاجابه هتبقى مدعومه ببيبرز طبعا. فمثلا احنا كنا مجهزين هنا سؤال اهو، كنا بنسال وبنقول، استنى عشان بيحمل كنا بنسأل وبنقول can breast cancer be treated with ultrasound waves. بنقول ان في، هل بريست كانسر نقدر نعالجه بالالتراسونيد ويفز؟ طيب هو عمل لنا البحث الحمد لله. بصوا سؤال مبسط جدا، اللي هو كاني لسه نايم على السرير يعني، فجاء في بالي فقلت ادور عليه. فشفنا هنا البرو بيقول لك ان هو عمل البحث ده على 3 ستيبس. اول ستيب retrieved، يعني ايه؟ يعني استرجع من الداتابيز اللي عنده اللي هي اوفر 200 مليون بيبر، استرجع منها او اخذ منها، دور في 1.9 مليون بيبر، لقى منهم eligible 79 بس، يعني لقى 79 بيبر related او relevant للموضوع اللي احنا بنتكلم عنه او بنسأل عنه، واختار من ال 79 best 20 بيبر، احسن 20 بيبر included، ده اللي هو هيدينا منها الاجابه بقى. تمام. طيب فالاجابه برضو كونسنسس، عايز افهمكم حاجه، ان الاجابه يعني الاجابه بتاعت كونسنسس في اسئله معينه، الكونسنسس من اكتر المزايا اللي فيه هي كونسنسس نفسها. يعني ايه كونسنسس؟ اصلا اسم الاداه معناها الاجماع، كونسنسس بالعربي يعني الاجماع. فبالتالي هو بيديك الاوبشن ده ان انت ممكن تساله سؤال بهل او نقدر نعمل حاجه ولا لا، فهو يجاوبك بيس اور نو، ويديك بقى نسبه مئويه للناس اللي قالوا يس في البيبرز يعني، والبيبرز اللي قالت نو. فاهمين؟ فدي برضو يعني مثال من ضمن الامثله اهو، قال لك yes breast cancer can be treated with ultrasound waves but mainly in investigational selected settings. يعني بيقول لك ان هي تحت اشراف طبي معين، او تحت يعني سيتنج معينه، مش دايما يعني. وده باين، هيبان من الايه، هيبان من النسبه المئويه، ان 80% من البيبرز بتقول يس، و20% بتقول possibly، يعني فيها ديبيت، ممكن وممكن لا. طيب اول حاجه هتلاقيها الريزلت اللي هي دي يس 80%، وهتلاقيه هنا عامل لك سامري لل 12 بيبر اللي قالوا يس. بيقول لك ان multiple systematic reviews RCTS and clinical trials، الحاجات دي كلها هي الديزاين بتاع الاستاديز اللي اعتمد عليها كونسنسس وهو بيجاوب. بمعنى الاستاديز او ال الابحاث او الريسيرش او البيبر اللي بتتعمل بتبقى بناء على ستاديز معينه او ديزاين معين، كل ده نتعلمه في الساينتفك ان شاء الله. فهو بيقول لك ان الحاجات اللي استندت اليها الابحاث او الريسيرشز دي، بيقول لك ان هي قالت ان هي معالجه سرطان البريست بالالترا ساوند ويفز حاجه ممكنه نقدر نعملها وواعده جدا، والافشنسي بتاعتها عاليه والسيفتي بتاعها عالي جدا. ولكن هو هنا في ال 12 بيبر كان مركز على اللوكالايزد كانسر، وكمان الايرلي ستيج ديزيز، في المراحل الاوليه للديزيز، واللوكالايزد كانسر كمان. فاهمين؟ طيب دي نقطه. بعد كده اتكلم على الببلش يير، نشرت في سنه كام؟ 2019. طبعا الميثودز اهو زي ما قلنا، الفور ترايل 1 ستاديز، الستاديز اللي استندت عليها الابحاث او الدراسات دي، وكمان ان الجورنالز كانت كيو 1، وكمان ان السايتيشنز اللي استشهدت بها هذه الدراسات والابحاث كانت 1K. بيقول لك ان 20% بوسيبلي، يعني ممكن وممكن لا. بيقول لك ان البيبرز دي قالت ان لسه عمليه الشفاء او معالجه البريست كانسر بالالترا ساوند ويفز لسه الموضوع قيد البحث والتطوير، يعني لسه مش حاجه معتمده قوي. وقال لك برضو نفس الايه، نفس الكولومز دي، الافريج اسمها ايه، ببلش يير، والجورنال رانك والحاجات دي كلها. طيب بعد كده هو بقى هيدخل لك بقى في الايه، في سامري كده بسيط عن السامري لل 20 بيبر اللي هو بيقول لك عليه. بيقول لك ان the meter is best read as yes. بيقول لك ان معظم الدراسات قالت نعم، 80% منها، بس مع شويه ليميتس. قال لك ان الثيرابيوتيك ultrasound can be applied localized breast tumor. بيقول لك ان هو فعلا نقدر ان احنا نعمل بيها فعلا نعمل استئصال للاورام دي، بيحسن، بيعمل انهانس لاستئصال الورم، وكمان للدليفري
والradio sensitivity, but most breast cancer use remains investigational rather than standard care. بيقول لك ان معظم الدراسات اللي قالت كده قالت يعني ان هو لسه لا زال تحت التجارب السريريه، ولسه ما دخلش في الستاندرد كير، معايير العلاج القياسيه. هنا البريست كانسر تريتمنت بيقول لك علاج بقى البريست كانسر ازاي بالالترا ساوند ويفز في البيبرز اللي احنا طلعناها. قال لك ان هي الايفيدنس سترونج. قال لك ان في تقنيه اسمها الاتش اي في يو، بتقول لك ان هي تقدر ديستروي لوكالايزد بريست تيومر تيشو، تقدر ان هي تعمل ديستروي لللوكالايزد بريست تيومر تيشو، تقدر تدمر الورم الموضعي، وتقدر تعمل له راندمايز بدون اي اثار جانبيه. كمان هو بيقول لك هنا استشهد فين بانهي اسمها ايه دي، بانهي بيبر، وبيجيب لك من البيبر اهو الحته اللي هو استشهد منها بيها، بيبر تانية كمان بتاكد الكلام ده، فبيجيب لك يعني السايتيشن بتاعها كمان عشان تشوفها او الريفرنس. مودريت ما لقوش فيهم اي اثار جانبيه قويه بعد عمليه التريتمنت دي، بس حروق بسيطه، مفيش اي حروق عنيفه، كمان شويه بين مش كتير قوي يعني، لكن الاثار الجانبيه القويه ما كانتش موجوده، انها لم تجد يعني اي اثار جانبيه قويه. واخيرا طبعا ده الريفرنس بتاع الايفيدنس ده. واخيرا برضو الافكتيف بيقول لك انه من 17 ل 100% من البيشنت بيتبقى عندهم جزء من الورم بعد عمليه الاستئصال وبعد عمليه التريتمنت بالالترا ساوند افكت. وده اللي خلى النسبه المئويه بتاعت البوسيبلي 20%، ان اصلا بعد كمان ما بنعمل يعني احنا بنعمل الترا ساوند وكمان بنعمل استئصال ساعات، ومع ذلك بيفضل برضو جزء من الورم، فاهمني؟ وده اللي كان في السايتيشن او الريفرنس بتاع الجمله دي. طيب الكلينيكال يوز، التجارب السريريه، يقعد بقى يكلمك عن التجارب السريريه. قال لك ان اتعمل على 22 من 84 وومن اتعمل عليها الموضوع ده، وما كانش فيه اي several side effects. وكمان من 22 بيبر ستادي برضو ما اشتكوش من اي حاجه بعد ما عملوا التريتمنت ده لمده 5 سنين. كانت معدل النجاة 95%، يعني الموضوع كان آمن جدا. وطبعا قال لك الدراسات اهي دي الريفرنس اللي بتاكد الموضوع ده. الايمرجنج ابروتشز اللي تقدر تقول عليها الحاجات المستقبليه الواعده اللي هم بيتنبؤوا بيها ان هي ان شاء الله تكون تطوير للالترا ساوند، يعني المايكرو بابل الترا ساوند. بيقول لك ان هي كمان بتحسن عمليه الدراج ديليفري، ان هي بتوصل الكيمو ثيرابي او العلاج الكيماوي للبريست تيومر. بس يعني قعد بقى يقول لك بقى على حاجه بقى الساوند دايناميك ثيرابي، وقعد يقول لك شويه تريتمنت emerging ان شاء الله ان هي تتعمل مستقبلا. واخيرا البوتوم لاين بيقول لك ان يس بريست كانسر كان بي تريتد، يعني الخلاصه بوتوم لاين ان هو فعلا بيعالج، ولكن بيركز على الالترا ساوند اللوكال تيومر، ممكن كمان بتحفيز الجهاز المناعي. لسه برضو لمعظم المرضى هو مش العلاج المثالي او مش العلاج القياسي المعتمد في علاج البريست كانسر. اول حاجه هناخدها في السايت دي هي الاوبشنز اللي موجوده قدامنا دي، الايكونز دي. عندك مثلا ايكون زي السيف بيبر، عندك زي الاكسبلور جراف، عندك سايت بيبر، اللينك، الكوبي، البي دي اف، ان انت تعمل اكسبورت للريزلتس دي. ودي اوبشنز بقى، دي الاوبشن ده ان انت تعمل سايتيشن لكل البيبرز اللي موجوده عندك، ال 20 سايتيشن مره واحده بدل ما تعمل لبيبر. والار اي اس ده اللي هو ريسيرش انفورميشن او ريسيرش انفورميشنز، ده بيطلعك على زوتيرو، بيحمل لك المقالات دي مقاله على زوتيرو، بيلينك مع زوتيرو فيها يعني. والسي اس في ده بيحمله لك از اكسل شيت على اي اكسل شيت انت عايزه. تمام، ده بالنسبه للاكسبورت ريزلت. وده تقدر تحفظ برضو ال 20 بيبر من هنا مره واحده انها كولكشن. هنا بس طريقه العرض، هنا الديفولت طبعا ممكن تخليه كده وممكن تخليه تيبل اللي انت عايزه.
الاوبشنز دي بيقول لك ان هنا في من البيبر دي 4 كوتس او 4 ايفيدنس موجودين فيها. نوع البيبر دي الديزاين ستاديز بتاعتها معموله ازاي، قال لك بالميتا دي اناليسيس، وهنفهم الكلام ده ان شاء الله في الساينتفك الراوند بتاعت الساينتفك يعني. وبيقول لك اتنشرت 2024، 2 سايتيشنز، الاوثر بتاعها وكمان اسم الجورنال اللي منشوره فيها. طيب، بعد ما خلصنا السلايد الاولاني وكمان اتكلمنا عن الاوبشنز اللي موجوده هنا، اتكلمنا عن علامه السيف بتاعت البيبر، اتكلمنا عن الاكسبلور جراف، اتكلمنا عن الحاجات دي كلها. نتكلم بقى عن حاجه تانية برضو، الا وهي لما نضغط على البيبر دي ايه اللي هيطلع لي، او هستفاد ايه من الاوبشنز اللي موجوده هنا. لما انت تضغط على البيبر كده هيطلع لك طبعا التايتل هنا او بتاع البيبر ده، الوقت النشر، تاريخ النشر يعني، ودول اوثرز، الجورنال رانك، واسم الجورنال نفسها، السيتيشنز اللي تم الاستشهاد بيها بالبيبر دي، واخيرا الدي او اي. وبعد كده هو بيديك ملخص بسيط عن البيبر دي بالنسبه في الاوفر فيو. طيب، بعد الاوفر فيو هنلاقي على طول حاجه اسمها السناب شوت، اللي بنعرف فيها دي تقدروا تقولوا عليها المرجع او الزتونه بتاعت الايه، بتاعت البيبر كلها. البوبيليشن البيبر دي اتعملت على مين بالظبط، قال لك patient with primary breast cancer. ان البيبر دي استندت على 26 دراسه بحثيه سابقه ليها، وان هي من الميثودز اللي هي استخدمتها كانت نوع السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس. الاوت كام دي يعني الدراسه اصلا كانت بتذاكر ايه، او بتقيس ايه اللي طلعت بيه. معدل التموت للورم، الكلمه دي معناها التموت او الفقدان المبكر للورم، ان الورم بيموت. آه، معدل الفقدان بتاعه، الريت بتاعه، والريزيدوال تيومر بروبورشن، اللي هو الورم بعد ما عملنا له استئصال وعالجناه بالتقنيه بتاعت الاف اي الاتش اي اف يو، ده طلع كمان في متبقي اجزاء متبقيه للورم. وكمان السي دي 4 والسي دي 4 سي دي 8 ريشيو، اللي هي بتعبر عن الاستجابه المناعيه كمان، والتريتمنت كومبليكشنز والحاجات دي كلها. دي الاوت كام اللي الدراسه طلعت بيه، او البيبر دي طلعت بيه اللي كانت بتدرسه. يعني استفدنا من البيبر بالحاجات دي اللي احنا درسناها. تمام. الريزلت في الاخر ان 59% من البيشنت عندهم ريزيدوال تيومر، بيتبقى عندهم جزء من الورم حتى بعد ما بنعمل لهم تريتمنت بالايه، بالاتش اي اف يو للبريست كانسر. دي السناب شوت ودي الفايده بتاعتها. الاتاتشمنت دي لو هي البيبر دي كان معاها بي دي اف كان هيظهر لنا هنا از اتاتشمنت. الايفيدنس دي الادله بقى زي ما احنا عارفين، الادله على الايفيدنس كعموما ككونسبت يعني، تقدر تقولوا عليه هو الدليل على صحة الكلام. بمعنى آخر، احنا بنقول ان الاتش التقنية بتاعت الاتش اي اف يو دي تقنية بتقدر ان هي تعالج من البريست كانسر في البرايمري او الايرلي ستيج اوف ديزيز، في المراحل المبكره من المرض. ايه الدليل على كده يا عم الحاج؟ بجيب الايفيدنس بقى، هو اللي بيدل او بيثبت صحه هذا الكلام. تمام. فكان في 4 ايفيدنس او 4 كوتس من البيبر دي. تقدر تقول شو ان ابستراكت، هتلاقيها ان هي طالعه في الابستراكت اهو، هو عاملها لك هايلايت. برضو لو جيت عندي هتلاقيه برضو تقول له شو ان ابستراكت، هتلاقيه هو برضو عامل لك هايلايت. فهو بيديك الايفيدنس كلها اللي في الابستراكت اللي بتدل على صحه الكلام اللي هو بيدعيه في البيبر. طيب، الميتا داتا دي تقدر تقول عليها هي البطاقه التعريفيه او الشخصيه بتاعت البيبر. بتقول لك الاسم بتاعها، بتقول لك هي كان معموله از اتاتشمنت بالبي دي اف، بتقول لك طيب المقاله دي جورنال ارتكل، مقال علمي، اتنشرت سنة 24، الأوثرز هم 7. كمان الجورنال اتنشرت فيه جورنال اوف كلينيكال الترا ساوند، الفوليوم بتاعها 45. وكمان الدي او اي موجود هنا كمان از لينك، تقدر تدخل عليها لو ضغطت هنا يطلع لي على المقالة بتاعتي منشورة في وايلي اونلاين لايبراري. اوكي، بس كده. فهي دي البيبر، ودي كل ما يخصها، سواء الجزء ده او الجزء ده. طبعا احنا قلنا تقدر تعمل كده في كل البيبرز اللي عندك، سواء اي بيبر تعجبك
آه مش عارف ايه تاني ممكن نقوله. مثلا تعالوا نشوف هنا مثلا. انا طبعا اقدر اعمل سيف للبيبر في اللايبراري، واقدر اعمل لها كوليكشن. مثلا اكتب مثلا هنا ايه، بريست بريست كانسر، بريست كانسر، واعمل كده ايه، كوليكشن. اتحفظت في البريست كانسر كوليكشن. اي حاجه بقى تبع البريست كانسر بيبر او اي حاجه اعمل. طيب تعالوا نشوف بس الاوبشن بتاع الاكسبلور جراف. لو ضغطنا على، طيب يا شباب، لما يفتح معانا البيج دي هتلاقوها دي تقدر تقول عليها ده الجراف، السايتيشن جراف. يعني البحث بتاعنا بتاع 2024 اهو. هيقول لك ان البحث ده الشاشه دي مقسومه الى نصين، نص حديث على اليمين ونص قديم على اليسار. وكلما اتجهنا يسارا كل ما بنرجع بالزمن لورا، وكلما اتجهنا يمينا كل ما احنا بنطلع بالزمن لقدام. فالبيبر بتاعتنا 2024 اهي. الجراف ده هدفه ايه؟ يقول لك ان البيبر دي استشهدت بمين. العلم مش بيجي من الفراغ، مش اي حد بيقول كلمتين بنصدقه، لا. البيبرز والابحاث العلميه، واظن الحاجات دي يعني مش محتاجه ان انا اقولها، البيبرز والابحاث العلميه القائمه ما بتقومش الا على دراسات سابقه، يعني على بيبرز تانية بتاخدها كمرجع ليها وتستشهد بيه. تمام. فالبيبر دي 2024 اهي، بيقول لك هو استشهد بمين. بتلاقيه هو دلوقتي استشهد ببيبر منشوره في 2024 زيه، واستشهد ببيبر، بصوا، منشوره في 2022. البيبر اللي منشوره في 2022 دي مستشهده ببيبر في 2016، والاثنين مستشهدين بنفس البيبر. تمام. بعد كده تاني دي هتلاقيها مستشهده ببيبر زي ما قلنا في 2016، ومستشهده بواحده في 2015، و2015 مستشهده بواحده في 2010. برضه نرجع تاني بتاعتنا، بصوا تقعدوا تمشوا وراها كده هتلاقوها، بصوا رايحه فين. وبتاعتنا برضه مستشهده ب 2011 اهو. 2004 اللي بتاعتنا دي مستشهده بايه تاني؟ مستشهده اهو، مستشهده بواحده ب 2008، اللي مستشهده ب 2007، اللي مستشهده ب 2007 في تانية، وهكذا. يعني هو عايز يقول لك ان دي عيله البحث، عيله التوبيك. وخلي بالكم هتلاقوا في كور كبيره وكور صغيره. الكور الكبيره تقريبا في الغالب بتعبر عن قوه البحث وعدد مرات الاستشهاد بيه. كل ما كان البحث بتاعنا مستشهد بيه اكتر كل ما كان قوي اكتر. يعني مثلا ده من اقوى الابحاث اللي تم الاستشهاد بها. بص السيتيشنز عامله ازاي، 2795. طب مثلا عايزين حاجه صغيره جدا مثلا، يعني يعني مثلا خلينا في ده. بص السيتيشنز 7. فاهمين؟ فهي كل ما يكبر الكوره كل ما عدد السيتيشنز بيزيد. يعني بيقول لك ان البحث ده قوي جدا لدرجه ان السيتيشنز بتاعته كتيره جدا. فدي ال 20 بيبر. كل البيبر بتاعتنا اهو بيقول لك هي استندت على ايه، فبيجيب لك الجراف بتاعها. وكمان طبعا بمجرد ما تضغط على البيبر يطلع لك البيبر بقى كل تفاصيلها، السناب شوت. طبعا السناب شوت دي هو طبعا دي بيديك كريدت وعدد معين، وبعد العدد ده انت المفروض الليمت بتاعك للشهر ده بيخلص وبيتجدد في الشهر اللي بعده. يعني هو بيقول لك هنا you will get 10 more on اوجست 6 اوجست. يعني على 6 اغسطس ان شاء الله هينزل لي 10 جداد، يبقى هم كل شهر بيديك 10. احنا استخدمنا 2. طبعا بتستخدم 2 من ايه، من جنريت سناب شوت، بيعمل لك السناب شوت اللي احنا قلنا عليه. تمام. بس يعني آه فده الجراف، السايتيشن جراف مفيد جدا ان انت يعرفك تاريخ تطور الموضوع البحثي اللي انت بتدور عليه. يعني انت دلوقتي بتعمل ليترشر ريفيو او بتعمل بحث عن توبيك معين، خصوصا الليترشر ريفيو يعني. فعايز تعرف طبعا تجمع المقالات اللي هي ريليفنت او مرتبطه بالبحث بتاعك ومتطوره عبر الزمن، ان هم كل شويه بيستشهد بيها عشان يوصل لنتائج جديده وليترشر ريفيو جديده بتطلع. فده بيديك تقدر تقول عليه جراف او صوره كامله، لان عيله التوبيك بتاعك دي عبر التاريخ العلمي ازاي تم تطويرها.
فالجراف ده يعني البروبرتيز اللي موجوده جدا المهمه جدا، انا اسف، في كونسنسس. طبعا تقدر تعمل الكلام ده في اي توبيك يعني، او في اي بيبر، مش شرط البيبر دي يعني. طيب دي كان استخدامنا ليه اسمه ايه، الكويستشن بوكس. طبعا احنا قلنا هنقسمها على ثلاثه: كويستشن بوكس، بيبر سيرش، وسايتيشن جراف. خلصنا الكويستشن بوكس وخلصنا السايتيشن جراف، دلوقتي يلا بينا ندخل على البيبر سيرش. طيب يا شباب، نيجي عند الاوبشن بتاع بيبر ريسيرش. الاوبشن ده مختلف شويه عن الكويستشن بار او الكويستشن بوكس اللي احنا كنا بنتكلم عنه. الكويستشن بوكس كان تقدر تتكلم معاه كانه جيميناي، شات جي بي تي، تساله سؤال من غير ما تساله على كيورد او حاجه، وهو بيطلعها لك لوحده زي ما شفنا في التجربه اللي فاتت. لكن البيبر سيرش اللي هو الاوبشن ده لازم تديله كيورد او تايتل او اوثر، وهو يدي لك كل الحاجات المرتبطه ايه بيه. تعال مثلا نديله ادي اهو كيورد، نساله على النانو كاتاليست اورجانيك سنسيتايز. فمثلا نضغط سيرش مثلا من غير ما نعمل فلتر، ويفضل هنا طبعا الفلترز. فهنا هو بيقول لك هنا ريفيو اون فوتو كاتاليسيس اند نانو كاتاليسيس فور ادفانسد اورجانيك سنسيتايز. عندك واحده كمان في 2021 عندك recent advanced in nano photo catalysis for organic synthesize green nano catalysis in organic synthesize. جاب لك كمية بيبرز رهيبة، تقريبا أكتر من 20 بيبر. وهنا تقدر تعمل له لود مور، تحمل أكتر، لود مور ريزولت، تحمل أكتر، براحتك يا باشا. طيب هنا تقدر تقول عليه هو زي هنا البيج دي عامله زي جوجل سكولر او باب ميد، اي مكان، او سيمانتك سكولر، اي مكان لتجميع بقى عادي خلاص. بتسيرش بقى عادي بس جوه الايه، جوه الاب يعني. طبعا برضو تقدر تعمل هنا الفول تكست من هنا يطلعك على البيبر نفسها. بس الاول يعمل الاختبار بتاع الروبوت، تقول له ان انت هيومن، يفتح معاك على طول الايه، الريفيو اهي، ارتكل ريفيو، يطلعها لك. تمام. طيب تقدر برضو لو شفنا، لو ضغطنا على الاكسبلور جراف، هيعمل لك جراف للبيبر دي، ويقول لك اهي ادي الجراف الاولانيه متصله ب ايه، متصله بالبيبر دي، والبيبر دي بيطلعها لك هنا كمان اوفر فيو عنها، والسناب شوت طبعا تقدر تعمل لها جنريت زي ما اتكلمنا. الاتاتشمنت اللي موجوده فيها طبعا لسه بتحمل اهي، دي الاتاتشمنت اللي موجوده فيها. تقدر تعرف كمان الميتا داتا بتاعتها زي ما احنا اتكلمنا بالظبط. وطبعا ده الريسيرش اللي اكتر واحد معمول له اهو، اكتر واحد معمول له سايتيشنز 1709 سايتيشن، ده كان اكبر واحد فيهم. وطبعا تقدر ترجع تاني للبيبر الاصليه اهو، هتلاقيها. بص، تعرف زي ما اتكلمنا شويه في السايتيشن جراف، اللي هو بتجيب لك العيله بتاعت التوبيك بتاعت الموضوع بتاعك. تمام. بس الى اخره يعني. طبعا احنا عرفنا السيتيشن جراف. طبعا الليترشر ريفيو، ريفيو طبعا بيقول لك ان الريفيو دي معموله على هذا الاساس، الديزاين بتاعها يعني هايبر ادفانسد. دي الاسم الجورنال ده، طبعا الاوثر اللي كاتب البيبر دي 23 سايتيشن ومنشوره سنه 2024، وهكذا بقى الى اخره. تمام. تقدر تعمل طبعا، نقدر نعمل فلتر طبعا من هنا، نختار اي فلتر. طبعا هيبقى يعني يحبذ ان انت تعمل الفلترز في بيبر سيرش. وبس اتمنى تكونوا انتوا يعني ان شاء الله يعني استوعبتوا الفيديو ده. كونسنسس من التولز الجميله جدا، ان هي بسيطه وفي نفس الوقت قويه جدا، وانليميتد في عدد السيرشز بتاعتها. لو عايزين نعرف برضو تفاصيل الفري والليميتد والانليميتد يعني، او النسخه البرو، هتعرفوا ان الفري ما فيهاش يعني اختلافات كتيره يعني. بالنسبه للمسجز، فبيقول لك ان هو 15 برو مسجز بير مانث، تقدر تعمل 15 برو مسجز بير مانث، لكن طبعا unlimited في الفري. up to 3 deep reviews per month. الاوبشن الديب ريفيو اللي احنا قلت لكم في البدايه، نقدر نعمله 3 بس مرات في الشهر الواحد. فده برضو بيدينا شويه
يعني بيعجزنا شويه في حته عدم الاتاحه يعني، لكن هو تستغله استغلال سليم يعني. مش عارف اتكلم. طبعا هنا الفرق ما بين الخطه الفري والخطه البلان البرو. طبعا هنا الفرق ما بين الخطه الفري والخطه البرو، هنا بيزك بيبر سيرش، هنا everything in free، يعني هنا كل حاجه تقريبا فري يعني. طبعا هنا بيقول لك ان المسجز البرو 15 بس، لكن هنا unlimited اكيد. الديب ريسيرش هنا 15 ديب ريسيرش في المانث الواحد، لكن هنا 3. فدي يعني المزايا بتاعت الايه، البرو والفري بلان. تمام. فعشان كده لا ما تستخدمش كونسنسس الا في الحاجات اللي هي مهمه جدا بالنسبه لك، تستخدمها بعقلانيه، ما تستخدموش عمال على بطال يعني. بس واخر حاجه نقدر نفتح كونسنسس من شات جي بي تي عادي جدا. تعالوا نشوف ازاي هنعمل. اول حاجه هنخش على بلجن هنا في شات جي بي تي اللي هي من السايد بار هنا، ونكتب هنا كونسن كونسنسس اهو ظهر لنا. تضغط كده. طبعا هو كان انا كنت اعمل له انستول. هتعمل انستول بلجن، بعد كده هتعمل ساين ان مع اسمها ايه دي، مع كونسنسس. بعد كده تعمل كونكت. بعد ما تعمل كونكت يبدأ يحمل معاك ويقول لك ان هو انستول ده اهو. بعد كده يحمل معاك الاوبشن اللي هو اسمه تراي ان شات. تضغط تراي ان شات هيطلعك على دي. ده هو سؤال هو بيقترحه عليك يعني. بس بصوا علامة كونسنسس بقت هنا خلاص. يبقى انا كده وانا ببحث كأني ببحث جوه كونسنسس عادي. ممكن اديله نفس السؤال يعني، كان بريست كانسر بي تريتد ان انا اقدر اعالج البريست كانسر بالالتراسونيك ويفز ولا لا، واقدر اعمل كده. هو هيبحث بكونسنسس. بيحمل لي اهو البيبرز اهو، يقول لي لودنج. يجمع لي التوب ريزلت بيبرز، يجمع لي اهو اكتر من 10. طبعا بيقول لي yes but with an important qualification. بيقول لي بقى الايفيدنس بتقول ايه وبتاع. انا طبعا الريفرنس اللي هو استند اليها في البيبرز يعني، او الليتشر ريفيو دي ممكن نعملها. ممكن انا ممكن هنا اقول له برضو اعمل لي ليترشر ريفيو مع ريفرنس كمان بنفس السؤال. هتلاقيه عمل لك literature review، عمل لك abstract، وعمل لك introduction و principle of therapeutic ultrasound، وبدأ يدخل لك بقى في ميكانيزم، بيدخل لك بقى في التفاصيل والكلينيكال ايفيدنس، واخيرا الادفانتج والليميتيشنز، واخيرا الكونكلوجن، وبعد كده الريفرنس في الاخر. او جمعك الريفرنس وتقدر تضغط على الدي او اي وتضغط اوبن لينك عادي، هيفتح معاك اللينك بتاع البيبر يعني. بس فده كمان كنا ازاي نقدر ان احنا نفتح كونسنسس على تشات جي بي تي، عشان لو الليميت معاكم خلص هنا في كونسنسس تعرفوا تتعاملوا على شات جي بي تي براحتكم. فاتمنى تكون فيديو النهارده يا شباب يعني اعرفكم على الاداء بشكل كويس. اي حد هيبقى عنده اي تعليق او اي كومنت على اي حاجه، يا ريت يتواصل معايا او مع الليدرز. وان شاء الله يعني هسيب لكم التاسك برضو اللي مطلوب منكم تحت الفيديو على المنصة، وإن شاء الله تستفادوا وبالتوفيق.